في كرة القدم هناك من يولدون تحت الأضواء، وهناك من يصنعون النور من الظلام. قصة اليوم ليست عن عدد الأهداف أو الألقاب، بل عن رجل هزم المستحيل وصنع المجد من تحت أنقاض الحرب. الطفولة وسط الحرب. ولد لوكا مودريتش عام 1985 في زادار، مدينة كرواتية جميلة. لكن عندما اندلعت حرب الاستقلال تحول كل شيء إلى رماد. جده أعدم أمام بيته، وعائلته فرت من الخطر تاركين خلفهم كل شيء. لوكا كان طفلا لاجئا يقيم مع عائلته في فندق قديم، لكنه كان يحمل شيئا واحدا لا يمكن سرقته: شغفه بكرة القدم. بداية الطريق رغم النحافة وقلة القوة البدنية لفت أنظار كشافي دينامو زغرب. تطور بسرعة وانتقل إلى البوسنة على سبيل الإعارة، حيث تعلم القتال في الملعب. عام 2008 انتقل إلى توتنهام الإنجليزي، وبدأ يفرض نفسه في أحد أقوى الدوريات. ثم جاء التحدي الأكبر: ريال مدريد المجد. مع ريال مدريد في بدايته سخروا منه، وصفوه بأسوأ صفقة للميرينجي، لكنه صمت ودع أقدامه تتحدث. 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، عشرات البطولات، وأهم من ذلك احترام العالم أجمع. لكن ذروة المجد لم تكن في مدريد، بل مع المنتخب الكرواتي. قاد كرواتيا الصغيرة إلى نهائي كأس العالم، ونال الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، ثم الكرة الذهبية العالمية ليكسر احتكار ميسي ورونالدو. الخاتمة: لوكا مودريتش لم يكن الأسرع ولا الأقوى ولا الأطول، لكنه كان الأذكى والأكثر إصراراً والأكثر تواضعاً.